النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صلصة طماطم ممكن تعمليها. صلصة تقيلة متسبكة حلو جدا، خفيفة على المعدة، بمكونات سرية بسيطة أول مرة حد هيقولها لك، بحاجات سهلة جدا موجودة في كل بيت. بصي أنا كنت جايبة حوالي 3 كيلو طماطم، نضفتهم كويس جدا، شلت العنق بتاعهم اللي فوق وقطعتهم، وهنا بحط لهم فلفل احمر. فلفل احمر موجود في السوق كتير جدا، حطيت لهم حوالي 4 فلفلات مغسولين، ومعلقه سكر اساسيه في الطماطم. معلقه السكر بتقلل الحموضه جدا، مكون سري محدش هيقولك عليه، وكوبايه ميه صغيره. وهنا رفعتها على النار وسبتها تاخد وقتها، بتغلي غلوتين، وبعد كده بخلي النار وسط عليها حوالي نص ساعه تستوي بس معايا. وده شكلها بعد ما استوت، مفيش، ما بتكملش، ما بتاخدش وقت خالص. بسيبها تبرد بعد ما تستوي، اكشف من عليها الغطا واسيبها تبرد حبه، وبعد كده ابدا اضربها في الخلاط. نضربها حبه حبه لانها بتبقى تقيله، هي بتنزل ميتها، احنا مجرد بنحط لها حبه ميه صغيرين في كوبايه، هي بتنزل ميتها فبتبقى تقيله على الخلاط. فبنضرب حبه بحبه، وبعد كده بنصفيها علشان بيبقى فيها بذر، بيبقى فيها بواقي الفلفل، بيبقى فيها القشرة بتاعت الطماطماية نفسها، فبتبقى مش كويسة في الأكل، فلازم نصفيها وبمصفى كويسة. اللهم بارك، الله أكبر الله أكبر. عملت لي كمية صلصة محترمة، بص ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حطيناش بابريكا، وما حطيناش بنجر، ما حطيناش أي إضافات غير الفلفل. فلفل، معلقة السكر، حبة مية صغيرين، تعمل لك أحلى صلصة في الدنيا. معلقة السكر بتقلل الحموضة بتاعة الطماطم، والفلفل بيديها الحمار الجميل ده، وبس. البابريكا بتغير الطعم، وكمان البنجر بيغير الطعم. وهنا اللهم بارك، الله أكبر الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. خلي دايما لسانك عامل بذكر الله وانت في مطبخك. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلعت لي 7 أكياس صلصة تقيلة بعمل بيها كل أكلي، ما أخدتش مني وقت خالص، وتبقى جاهزة في تلاجتي لأي وجبة، وبألف هنا وشفا على اللي هياكله. ما تنسوش الاشتراك في قناتي علشان يوصل لكم مني كل جديد.